في الاستوديو معنا المحلل الرياضي عادل البطي. عادل، اهلا بك معنا بالاستوديو. ظهرت هذه التسريبات عن برمجة الجدول الدوري السعودي المقبل. ما تعليقك او كيف وما هي ملاحظاتك اذا كان لديك ملاحظات؟ لا، هو الحقيقة المفاجأة كالعادة من موسمين أنه يظهر الجدول أو يسرب الجدول الآن، خلينا نقول بدون معرفة لا آلية ولا معايير. يعني ما نعرف على أي أساس تمت مثل هذه الجدولة، كيف تم تسكين المباريات، كيف كانت تتم يعني قبل؟ لا، في كل عمل، في كل العمل له آلية ومعايير. يعني سابقا كان فيه مثلا من سنوات طويلة قبل فترتنا احنا كانت عقارب الساعة، اللي بعدها صارت المستويات تحضر في مناسبة يحضرها الإعلاميين ويحضرها ممثلي الأندية. يطلع المسؤولين المسابقات على الستيج ويوضحون هذا المستوى الأول، المستوى الثاني أمام الإعلام وأمام مسؤولي الأندية أو ممثلين الأندية، ويبنى عليها مستوى. أحيانا يعني مؤخرا صرنا نلعب 4 مستويات، وهذا الوضع الطبيعي بحيث أنه ما يكون في المباريات التنافسية في ببداية الدوري مثلا المستوى الأول مع الرابع، تكون الفترة الحاسمة في نهاية الدوري يكون المباريات المفصلية سواء في التتويج البطولة أو حتى في الهبوط. المستويات تكون أمام الرأي. اليوم المعيار والآلية غير واضحة، ولا واحد يعرف كيف تم تسكين الدوري. حتى يعني نحن كإعلاميين يعني لم تصلنا هذه، ولكن سربت لأنه أرسلت إلى الأندية. يعني يأتي رئيس النادي أو المدرب مثلا أنه يأتي هذا هو البرنامج واعملوا عليه. صحيح، هذا ما حصل. هذا اللي حصل، أنه جاء خطاب للأندية وللجهات المعنية أنه هذه هي الجدولة. لكن أنا اللي أقصد، أنت قلتي كإعلامية الآن، في السابق كان الممثلين يحضرون والإعلام يحضرون ويعرفون. يعني اليوم شوفي بس خلال الساعات الماضية كيف محبين للهلال ولا النصر والأهلي والاتحاد كل واحد عنده بعض الملاحظات، ليش كذا وليش كذا. لكن لو كانت أمام الرأي العام الموضوع بيختلف تماما. حتى تعطي يعني أكثر حماس القرعة، يعني وحفل القرعة أو يعني ليس حفل يعني، ولكن لا أهم، ويعني إعلاميا تعطى أهمية للدوري أكثر من ما والرعاة. يعني أنا مثلا راعي في الاتحاد السعودي أو في الرابطة، من حقه أن يكون فيه كل مناسبة تظهرها إعلاميا. هذا حق مكتسب للرعاة، أنت لازم تجذبهم، خاصة اليوم الدوري أصبح يعني كان في الدوري قبل هؤلاء النجوم وفي آلية تقام. اليوم أنا استغرب الحقيقة أنه فجأة يظهر الجدول بدون معرفة لا معيار ولا آلية. بس في ملاحظة بقولها لك على مباراة مثلا الموسم قبل الماضي، آخر مباراة اللي هو كان الموسم قبل الماضي الهلال البطل لعب مع مين آخر مباراة؟ مع القادسية. مع القادسية، صحيح، كان صاعد. القادسية كان صاعد. أيوة. اليوم الجدول اللي طلع الآن، الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي يبي يلعب مع القادسية في آخر مباراة رابع الدوري. يعني أنا أقصد واضح يعني إنه في معيار. شو تأثيرها هذه يعني على أهمية المباريات أو يعني أهمية حماس المباريات لنقل بالموسم؟ من كل النواحي، من ناحية تنافسية. ولك السؤال اللي بقول لك على ملاحظة، أنا سجلت اليوم ملاحظات. الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي يبي يلعب، تصوري، مع الأندية خلينا نقول جماهيرية، بدل يعني ما نقول الأربعة الكبار، الأندية الجماهيرية معروفة في الكرة السعودية. اليوم بيلعب الجولة الرابعة مع النصر، والجولة السادسة مع الهلال، والجولة الثامنة مع الأهلي، ولاحظي كلها في جدة. الجولة الثالثة الأهلي والهلال. هذه المباريات تنافسية مهمة. 2 ليلة الأهلي والاتحاد يبي يلعبون المباراة الأهم، اللي هو مباراة خلينا نقول من ناحية تسويقية وجماهيرية وتنافسية وحتى مكاسب مالية بالنسبة لهم. المباريات الأهلي والاتحاد بيلعبون ضد الهلال والنصر، الدور الأول في جدة، الدور الثاني كلهم في الرياض. مثل هذه يعني كيف تؤثر على لا تؤثر على الناحيه المنافسات والناحيه الجماهيريه والاعلان. مباراه الدور الثاني مختلفه عن الدور الاول، يعني اكيد انه بتصير المنافسات اتضحت، الاهميه اتضحت، الضغوطات اللي بتصير نهايه الموسم لبطوله النخبه الاسيويه، كل هذه الامور تؤثر. عداله المنافسه احيانا، او خلينا نقول من تجربه لنا سابقه، لما العب الاهلي والهلال الدور الاول في جده، العب النصر والاتحاد الدور الاول وين؟ في الرياض. والعكس صحيح. حتى كان من موسم لموسم تختلف. إيه نعم. إذا بدأتوا بالاتحاد بجدة تبدأوا بالموسم. تصوري الجولة الثامنة تنتهي مباريات الاتحاد بطل الدوري مع الأندية الجماهيرية، بعدين نشوف يعني الأهلي قبل نهاية قبل انتصاف الدور الأول، قبل انتصاف يعني الدور. تنتهي كل المباريات الحماسية والمباريات الجماهيرية يعني. اللي وين؟ اللي في جدة. طبعا بيلعب مع الاهلي اكيد في جده، بس مو على ملعب. انا كل اللي بوصل له انه الان احنا عندنا جوله، في جوله 13 الاهلي والنصر، وجوله 15 الهلال والنصر. لو اللي قلت لك في البدايه المستويات تخلينا نشوف في نهايه الدوري تقريبا هي الانديه المتنافسه تقريبا، او اللي كانت اصحاب المراكز الاولى وهذا معيار مهم.
لا يهمني لما احط المستويات ما يهمني انه من اللي كان اول، يعني مثلا القادسيه صار رابع خلاص صحيح. انا لا خلاص هو يكون من ضمن المستوى الاول في المستويات. عشان كذا انا اقول هذه الامور مهمه ايضاحها للراي العام، وبالنسبه وهذا شيء علمي على فكره، يعني مو انا عادل البطي جابها من راسه الكلام ده، هذه دراسه في ماده اسمها اداره وتنظيم في الجانب الرياضي، هذه ناهي مهمه. زائد اليوم تعتمد على التسويق، انت كيف تلغي مباريات يعني تخلي الجوله، انت قلت لي قبل ما ينتصف صحيح يعني اول بطل الدوري ينهي مبارياته الجماهيريه ويلعب خارج ارضه. انا اقصد المعيار ليليان يسهل عليك، المعيار والآلية يسهل عليك مواجهة الإعلام ومواجهة الجماهير بل ومواجهة ممثلي الأندية وتقليل اللغط يعني يعني بداية الموسم لكن هناك ملاحظة، يعني إذا كان لنقل بالجولة السادسة الاتحاد والنصر الرابعة، الاتحاد والهلال السادسة، يمكن هنا تأتي أيام فيفا بالتأكيد، والمنتخب السعودي يلعب تصفيات مهمة يعني بل يلعب أهم مباراة في السنة هذه. نلعب المنتخب السعودي كأس العالم اندونيسيا والعراق، وصول لكأس العالم. تصوري لو صارت بين الجولة الرابعة والسادسة بين الاتحاد والنصر والاتحاد والهلال، تصوري لو بين السادسة والثامنة بين الاتحاد والأهلي والاتحاد، وأنت تعرفين يعني أيام فيفا هي ب 6 و14 أكتوبر، هي من يعني 6 ل 14 قد تكون بين الجولة السادسة والثامنة يمكن. ولاحظي أن المنتخب غالبيتهم من لاعيبة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، الغالبية أنا أقول من هؤلاء الأندية. أنت لما تقحم، أنا أقصد النظر ببعض هذه الأمور الصغيرة مهمة جدا، يعني من يضع، هي ليست فقط وضعها في جهاز وإخراج الجدول أينما يعني حصل، لا هذه الأمور مهمة. تلاحظ المنافسة، عدالة منافسة، تسويق، رعاية، كل الأمور يجب أنك قبل ما تحط الجدول أنك تفكر بهذه الأمور، تفكر بالجماهيرية، المباراة كيف تلعب هنا في جدة ولا في الرياض. يبدو أن الحديث عن المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي سيزداد في الفترة القادمة بسبب صراع العديد من الأندية على الظفر بخدمات اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. ويعد نادي الهلال السعودي أحد أبرز الأندية التي تستهدف التعاقد مع أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق في ظل غموض موقف متروفيتش من الاستمرار الذي يعاني من كثرة الإصابات مع نادي الهلال في موسمه الأخير. وأكد الصحفي التركي الموثوق قادير ستكانلي في تغريدة رسمية له أن نادي فنربخشة التركي قدم عرضا جنونيا للتعاقد مع أوسيمين من نادي نابولي الإيطالي خلال فترة انتقالات الصيف القادمة. وأوضح الصحفي التركي أن العرض الذي تقدم به النادي التركي إلى نادي نابولي الإيطالي وصل إلى 75 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي للتعاقد مع اللاعب خارج إيطاليا. كما أوضح الصحفي التركي أنه ذات الراتب الذي عرضه فنربخشة التركي وصل إلى 20 مليون يورو للموسم الواحد، وهو عرض مالي كبير بالنسبة للاعب. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في مفاوضات الأندية الأوروبية والسعودية مع أوسيمين لحسم مستقبل اللاعب خلال فترة انتقالات الصيف القادمة. وبحسب التقارير الصحفية ذاتها فإن نادي الهلال السعودي يرغب بكل قوة في ضم أوسيمين خلال فترة انتقالات الصيف بناء على طلب من الإيطالي إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال. ويخطط نادي الهلال السعودي للتعاقد مع مهاجم رئيسي للفريق في ظل الإصابات المتكررة التي يعاني منها متروفيتش، بالإضافة إلى رحيله المرتقب بعد نهاية كأس العالم للأندية. وتحسبا لعدم قدرة نادي الهلال للتعاقد مع أوسيمين، نشرت تقارير صحفية حديثة إلى أن نادي الهلال دخل في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال المهاجم السويدي فيكتور جيكورايس لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الزعيم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ووفقا لما نشره إحدى الحسابات المتخصصة في أخبار انتقالات اللاعبين، فإن إدارة نادي الهلال أبدت استعدادها لدفع مبلغ ضخم يصل إلى 80 مليون يورو للحصول على خدمات نجم سبورتينغ لشبونة. ويأتي هذا الاهتمام في إطار سعي نادي الهلال لتعزيز قوته الهجومية بمهاجم من الطراز الرفيع، خاصة بعد الأداء المبهر الذي قدمه جيكوريس مع فريقه البرتغالي هذا الموسم. ويعتبر فيكتور جيكوريس صاحب 26 عاما من أبرز المهاجمين في أوروبا حاليا، حيث يتمتع بقدرة تهديفية عالية ومهارات فردية مميزة، مما يجعله هدفا للعديد من الأندية الكبرى. ولفت الأنظار اللاعب بشدة إليه حينما سجل العديد من الأهداف الحاسمة في الدوري البرتغالي والمسابقات الأوروبية، مما جعله هدفا لعدة أندية أوروبية كبيرة. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.